بلبن ملك الاختراعات منزل اختراع جديد عبارة عن عصير في العيش. ده اكله ولا اشربه يا بلبن؟ اول حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان. بلبن نزل من فترة اختراع جديد اسمه لهاليب ويحيح، وبعيدا عن الاسم الغريب كعادة بلبن في تسمية اختراعاته، بس هو بيكون عبارة عن طبقتين من عيش كايزر بريوش، وبيتحط جواهم بولة ايس كريم كبيرة او بولتين صغيرين، وبيتقفل العيش ويتحط في ماكينة توستر زي بتاعة الوافل. المفروض انه بيقفل العيش من كل الجوانب ويديله تحميصة من فوق مع لوجو بلبن. في منها انواع كتير زي اللوتس والبندق والاوريو والعسليه والمانجا والفراوله والبيستاشيو والحليب والفلافل. جبنا منهم 3 انواع وهنشوف الاختراع ده هو علينا ولا ما علينا. اول نوع كان لهاليب اوريو، وده ب 45 جنيه. المفروض ان الاوريو بيتحط عليه شوكولاته سايحه زي الصوره اللي انتوا شايفينها، ولكن الاوردر اللي كان جاي لي هو عباره عن الايس كريم في العيش وبس. ورغم اني يا دوب عديت السكه بس عشان اصور، ولكن الايس كريم كان سايح جدا جوه العيش، وكان عباره عن ميه حرفيا زي ما انتوا شايفين. الايس كريم اتقلب بره وطلع على العيش وخلاه طري جدا. قلت ادوق يمكن الطعم ينسيني الشكل، بس للاسف برضه عباره عن ميه بطعم الايس كريم. العيش كان دايب وطعمه مش احسن حاجه، وده ما عجبنيش خالص. تاني نوع كان لهاليب وبندق، وده برضه كان سايح زي ما انتوا شايفين، ولكن درجه السياحين بتاعته كانت اقل من الاوريو، فيمكن هنا كان طعم الايس كريم ظاهر معايا شويه. وهنا عشان الايس كريم ما طلعش بره على العيش فما خلاهوش طري، كان فيه لسه نسبه التحميصه بتاعته، فالميكس بالنسبه لي كان مقبول الى حد ما، ولكن برضه مش احسن حاجه. اخر واحد كان اللهاليب ومانجا، وده برضه بنفس السعر ب 45 جنيه، وده بالنسبه لي اللي كان عليه الجدال كله. اولا لان زي الصوره اللي انتوا شايفينها انه بيطلع للناس عليه قطع مانجا، واللي طالع لي زي ما انتوا شايفين هو عباره عن ايس كريم المانجا اللي جوه وبس. برضو الايس كريم سايح جدا، عبارة عن عصير مانجا حرفيا، وللأسف طعمه كمان مش حلو. يمكن العيش كان متحمص شوية وطعمه مقبول، ولكن الايس كريم من جوه غير مقبول بالمرة. يعني الى حد ما اللي ممكن اقبله ان انا ممكن اكون باكل مثلا كاختراع مولتو بالشوكولاته او مولتو بالبندق زي الاتنين الاولانيين، لكن فكره ان انت حاطط لي بوله ايس كريم مانجا سايحه او عصير مانجا سايح جوه العيش، فده انا بالنسبه لي ده يعني اكله ولا اشربه، حاجه مش مقبوله ولا هو اختراع بالنسبه لي خالص. وفي العموم بالنسبه لي اللي اقدر اقول عليه اختراع واقدر ان انا اشتريه من عند بلبن هما حاجتين: الكشري والقشطوطه. غير كده اي افتكاسات او اي اختراعات هو عملها في الفتره اللي فاتت بالنسبه لي ولا ليها اي لازمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستنوني في فيديوهات جديده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.